علم ابنك وقول له لما تيجي تجيب جراب لموبايلك ابعد عن الجراب المصنوع من الحديد او اللي فيه اجزاء حديد عامة، لانه ما بيمتصش الصدمات ولكن بيزودها. وانه لما يستحمى او يتوضى وهو لابس شبشب بعد ما يخلص حمى او وضوء يوقف الشبشب مسنود على الحيطة علشان يصفي ميته، بحيث اللي يلبسه بعد كده ما يبقاش متضرر. ولو جاله ضيوف وجاب لهم شاي او حاجة ساقعة او اي واجب عامة يناول من ناحية اليمين. وعلمه انه لو بيحب حد او حاجة قوي قبل ما يفارقها يستودعها. يعني ايه؟ يعني بيحب صاحبه وبيكلمه في التليفون وهيقفل معاه او هيسيبه يمشي بعد ما تقابله، قبل ما يسيبه يقول له استودعكم الله. او حتى قبل ما يسيب موبايله وينام يقول استودعكم الله، ويعمل كده مع كل حاجة بيحبها. سيدنا لقمان بيقول ان الله اذا استودع شيئا حفظه. يعني مجرد ما تقول استودعكم الله هتلاقي الحد او الحاجة اللي سبتها وقت ما تيجي ترجع لها على حطة ايدك لا قلت ولا اتغيرت ولا جرى لها حاجة، لانها بقت وديعة وامانة عند ربنا الحفيظ. وعلمه ان اللي بينام كويس يومه بيبقى كويس، النوم راحة الجسم وميزان العقل. وما يشربش ولا ياكل حاجة عند حد بخيل حتى ولو كسرة عيش. كل اكل الكريم تسره وكل اكل البخيل تضره. وأكد عليه إن الست بتعرف الراجل محترم ولا لأ من نظرة عينيه، فالنظرة هتروح إنما الانطباع اللي اتاخد عنه هيفضل موجود. ولو بيشتري لبس واللبس غالي قوله إن كل محل كبير بيكون عنده مكان مخصص لآخر قطعة من كل صنف في اللبس، يدور فيهم ويطول باله وإن شاء الله يلاقي حاجات بسعر معقول. وخليه يحاول يصرف على نفسه من بدري، ساعتها هيبقى له حرية أكبر في مجايبه وقراراته. وقول له إنه من الكبرياء ما يروحش عزومة محدش دعاه فيها. وعلمه إنه ما يشيلش من حد، مش علشان الحد ده ولكن علشانه هو وعلشان نفسيته، وده هيخليه ينام خفيف ويصحى صافي، يمشي رايق وينام هادي. الطيب أحسن. وعرفه إن اللي ما يجيش عليك وقت زعلكم من بعض هو ده اللي يستاهل عينيك وقت رضاكم على بعض. ورق النتيجة بتاعت السنة اللي هم 365 يوم دول تحت كل ورقة هيلاقي حكمة مكتوبة، خليه يقراها ويتعلم منها كتير، حتى ولو هتجيبها له مخصوص علشان كده وبس. الناس كانت بتسافر بالشهور علشان تسمع ولو حكمة واحدة يتعلموا منها. وعلمه ان اللي دايما مستعجل على طول بيوصل متأخر، خليه ياخد الأمور ببساطة. وما ياخدش حباية مضاد حيوي على معدة فاضية مهما كان تعبان، لازم ياكل حاجة قبلها الأول علشان ما يتعبش أكتر ويجيله هبوط. وعلمه ان الغلاوة بتبان في السلام، يعني لما يشاور لحد من بعيد غير لما يسلم عليه بالايد، ولما ياخد حد بالحضن غير لما يسلم على حد بايديه. وعلمه ان من الشياكة ما استناش اما ازعل من صاحبي واقول ده مقصر. يعني ايه؟ يعني ازقه على الواجب. ابويا تعبان اقول له ما تنساش تكلم ابويا وتطمن عليه. اخويا مسافر اقول له بقى تعالى سلم على اخويا لو عرفت، ولو ما عرفتش ابعت له رساله ادعي له فيها. ما تتاخرش عن المناسبه الفلانيه الخاصه بيا، وتاكد معاه مره واثنين وثلاثه، مش عيب على فكره ولكن دي من الجدعنه. او تبقى قاعد جنب اخوك ولا ابوك ورن على صاحبك وادي التليفون لباباك وقول له خد فلان عايز يطمن عليك، دي من درجات الموده وحفظ المحبه. وقول له 3 اوعى تنساهم، اللي ساعدك وقت الشدة، واللي سلت ايده وتخلى عنك وقت المحنة، واللي كان السبب في ضيقتك ومحنتك. وقول له ما يدورش على حاجة براه علشان يكون سعيد، السعادة اللي بجد لازم تكون طالعة من جواه، ده لو عاوز يعيش مرتاح. وعلمه انه لما يمشي يفتح برجله. يعني ايه؟ يعني يخلي خطوته سريعة، مش حلوة ان الراجل يمشي يتلكع الا لو كان عنده سبب. وفهمه انه لما اخواته يتخانقوا ما ينصرش حد على التاني علشان ما حدش يزعل منه، ولكن يقول اجيب شاي، طب حاجه ساقعه يا جماعه، ولا اقول لك خليه يسكت احسن، طالما الموضوع موسعش، لان كلمته هي اللي هتبقى تقيله. وعلمه ان من الرجوله ان اي فضيحه عارفها عن حد لازم تقف عنده ويكون هو اخر محطه ليها وما يسلمهاش لحد تاني. ازرع كل يوم تاكل كل يوم، ارمي بذور الأصول جواه، ويوم ورا التاني بالهداوة ومن غير ضغط نفسي هتلاقيه جاب معاك وشرف نفسه وشرفك بعلمه وأخلاقه. يدخل مكان الكل يقوم له ويتخر له علشان يقعده جنبه مكانه. علم ابنك، ادعمه وآمن بيه واطلب منه على قد قدراته، وساعتها هيفضل طول العمر تحت جناحك ومديون لك، عينه تلمع لما يفتكرك وقلبه يفرح ويحن وقت ما تيجي في الكلام سيرتك. سلام عليكم.